المغرب أسود. ماذا فعلتم بأمانة بالبرازيل؟ السامبا ملوك اللعبة، أحد أبطال هذه المسابقة كأس العالم تحت 20 سنة. الترجي هناك طبعا خلاف كبير جدا على طرد دينهو، راح أتكلم عنه، لكن فوز كبير بأمانة وشوي شوي إلى الصدارة. بيراميدز مايلي، يا ساتر يا مايلي، مصيبة هذا اللاعب، مصيبة اسمها مايلي بأمانة. فوز كبير هناك في رواندا كان صعب جدا جدا. دوري أبطال آسيا للنخبة 1 و2 بأمانة. النصر مرعب، الوصل، شباب الأهلي، قوة رهيبة جدا للأندية الإماراتية، راح أتكلم عنها النقطة. برشلونة ليفربول سقوط مخيب بأمانة، لكن متوقع برشلونة. أما ليفربول مفاجأة مدوية، ومن هذا بأمانة قرباغ، يعني مفاجأة كبيرة. يوفي نابولي ما بين صراحة المنافسة مع اللون الأصفر لليوفي وعودة الفرق، وأيضا نابولي اللي فوز ورا فوز، لكن القوة الكبيرة بايرن وريال مدريد. نبدأ مع المنتخب المغربي. بأمانة اللي شفناه يا ساتر يا ساتر، يعني عثمان بن شاوش، الأسماء الجميلة هذه. الأول مرة أشوف المنتخب البرازيلي، مع أن طبعا دائما نخاف من كلمة البرازيل، طبعا هو ثاني بعد الأرجنتين، هو في أكثر منتخبات حصول على البطولة. المغرب ما سوى له سالفة، يعني ما قاعد طولها معاه. تعال حبيبي، 2 نفس اسبانيا، نفس اسبانيا اللي تعودنا عليهم، تعال انت خذ لك 2، وفعلا شالوا 2. يعني البرازيل تاهت وتعبت، وشفت صراحة بعض الأسماء، يعني ما في ذيك الأسماء المرعبة، كلهم من البرازيل. البرازيل ولادة، تكلم عن 200 مليون، شعب كبير، لكن يعني دائما يصدحوا ويصنعوا في هذه البطولات. لكن في هذه البطولة بأمانة المنتخب المغربي يعني ثاني مباراة وتأهل، برافو للمغاربة. تكلم عن اسبانيا، البرازيل ما يسووا لهم سالفة، من انتم يعني فعلا من انتم. جاب له جول مقصية، يعني يستعرض مقصية في البرازيل. انت قاعد تستعرض حتى في البرازيل، يعني في منتخب هم ملوك الاستعراض وملوك المتعة، جيت انت علمتهم كيف بمقصية جميلة، هدف ولا اروع. وبعدين الهدف الثاني، طريقة الشوطة هذه بأمانة، يعني طريقة تسديد سينمائي على طريقة أيضا البرازيليين، أتوقع كارلوس ألبرتو بلانكو، من الصراحة روبرتو كارلوس. التسديدات هذه بظهر القدم اللي تجيك يعني ما تعرف وين رايحة. برافو للمنتخب المغربي، برافو 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 لهذه الأسماء. البرازيل بأمانة بعد التعادل مع المكسيك، الآن خسارة، حتى المكسيك تعادلت مع اسبانيا. برافو المنتخب المغربي، فعلا طفرة مغربية كبيرة جدا. أنت أمام منتخب يرفع لها القبعة. البرازيل، هذه البرازيل، والله البرازيل ولا في ما عاد صراحة يخاف من حد. بالعكس صراحة في أسماء جميلة محترفة مثل عثمان في واتفورد، في محترفين في إنجلترا، في بلجيكا، محترفين رائعين صراحة في مرسيليا. شفت صراحة في يعني التكوين المغربي تكوين احترافي بحت. اليوم ما يخافوا من حد، يعني نزل لي الفريق اللي تنزل لي، ما عندي مشكلة. أظهرتي شغالة، أجنحتي الوسط، قوة بدنية رائعة جدا، لعب احترافي، لعب ممتع صراحة لعب المنتخب المغربي. لذلك مبروك الفوز 2-1. حلوين يا المغاربة، إن شاء الله يكملوا، إن شاء الله أول لقب عربي بعد ما شفنا، أتوقع الوصيف كان قطر، أول لقب يكون إن شاء الله للمغاربة. بالنسبة للترجي شفنا فريق قوي، أنا تكلمت دينهو، توغي، نفس الأسماء صراحة. هذا مساس، أيضا بلايلي، هذه الأسماء صراحة معروفة. لكن بلايلي بأمانة يعني دائما يقول أنا يعني أتعرض لكثير من الانتقادات، من الكلمات، من الشتم من الجماهير، لكن انت لاعب كبير يعني تتحمل كل هذه الامور. انت بلايلي يعني عارف شو معنى قيمه انك تلعب في فريق بحجم الترجي، عارف المنافسه الجماهيريه الكبيره جدا حتى من اللاعبين. لذلك قال انا اخرج ساعات عن الطور، وهذا كان واضح صراحه لما يحدث مع البلاي الفتره الاخيره. حتى لما كان يتنرفز كان في شتائم توصل، لكن انا اتوقع انك لازم تغلق اذانك، خلاص تمام، انت لاعب محترف كبير. وبالنسبه طبعا لما يخص اكيد الفوز الكبير، ادى حتى البلايلي، لكن صراحه رائع ابو عاليه قصي ايضا صراحه. بالنسبه لي توغي، يعني في اسماء حلوه، جابري، في اسماء صراحه يعني قاعد تعطيك ايضا اضافه للترجي اللي ننتظره صراحه من هذا الترجي. حتى الوسط عجبني صراحه، لاعب الوسط الرائع جدا
كان في تمريرة الهدف الثالث جميل 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 جميل. الترجي في اسماء، في ظهور، في تكوين قوي رغم كل هذا. الكنزاري في الدكه ايضا. يمكن اللقطه اللي قالوا انها طرد دنهو، ليش ما انطرد دنهم؟ يعني في احتكاك لكن لا يصل الى الطرد، يعني ربما انذار، هو حسب خطا لكن ربما انذار، ولكن اتوقع لا يقصد. دنهو متحمس، كان حاب يسجل وفعلا سجل، قوه كبيره جدا، دبابه. هذا هدف ثاني في ثاني مباراه، برافو. هذا ما يسويه اي حد، يعني مش بالساهل. لكن فعلا في الترجي في بلايلي، في ساس، في اسماء تصنع لك المتعه. لذلك شفنا صراحه الترجي يفوز واقترب من الصداره اكثر فاكثر. هذا اللي نريده من الترجي. لو كان في ايضا ما زلنا طماعين في اسمين ثلاث، راح يكون ترجي مرعب لكل افريقيا، لكن ان شاء الله هذا الترجي قادر ان يحقق الطموحات الجماهيريه. بالنسبه لبيراميدز، شفنا بيراميدز بعد ما ضرب الاهلي السعودي راح لك لدوري ابطال افريقيا. يا ساتر ما شاء الله، من انتر كونتيننتال بامانه يعني تتكلم عن دوري ابطال افريقيا. برافو لبيراميدز، في شخصيه بطل، شخصيه فريق قوي بامانه. ضرب الجيش الرواندي هناك صراحه بقوه مايلي، تسديدتين حلوين من هذا اللاعب. يا اخي لاعب ما يتفاهم، عجبني هذا اللي قوه شخصيه. على فكره لما تشوت بهذه القوه انت عندك شخصيه وتسجل وتجيب اهداف. برافو صراحه، برافو لبيراميدز، برافو لهذه القوه الرهيبه. تاهل الان للدور القادم. راح نشوف ان شاء الله بيراميدز في دور المجموعات. صراحه ضروره تشوف بيراميدز، تشوف الاهلي، الفرق هذه اللي تحب صراحه تشوفها. عندها لعيبه رائعين جدا مع مدرب رائع جدا، استقرار فني. اتوقع بيراميدز راح يروح بعيد في البطوله ايضا هذه بالنسبه لافريقيا. لكن عجبني صراحه، شفت الجماهير وشفت الانتقادات. يمكن منافس الفريق الجيش الرواندي في رواندا هو اللي كان يشجع بيراميدز، كان لونه لابس ازرق سماوي نفس بيراميدز. لكن برافو لبيراميدز. حبيت اتكلم صراحه عن مايلي، هذه القوه الرهيبه جدا، وانت امام فريق بطل حقيقي، مش بطل بس مناسبه فجاه. لا فعلا بطل حقيقي بيراميدز. بالنسبه لدوري ابطال اسيا النخبه، شفنا طبعا الهلال، شفنا الاهلي، شفنا الاتحاد اللي خسر امام شباب الاهلي. يمكن هي المفاجاه صراحه اللي كانت كبيره. برافو لشباب الاهلي، برافو للوحده الاماراتي، برافو صراحه ايضا الشارقه. يعني واصلوا للانتصارات وحصد النقاط في كل، سواء بالتعادل او بالفوز. برافو لهذه الانديه. ايضا شفنا الوصل، شفنا العين ايضا صراحه في كاس الخليج. لذلك الانديه الاماراتيه متحفزه اليوم. الدوري جميل، اسماء رائعه. يمكن الحلم الاكبر هو الوصول الى كاس العالم. الان اسبوعين، مباراتين، مهم جدا انك تخلص هذه المباراتين للوصول الى كاس العالم. انسى الدوري، انسى دوري ابطال. فكر اليوم تملك انت لاعبين محترفين، فقط تحتاج الى الروح واللحمه والجماعيه. لذلك ان شاء الله بعد هذه النتائج الرائعه ممكن نشوف اكيد ان شاء الله وصول منتخب الامارات هو الحلم الاكبر الى كاس العالم 2026 الصيف القادم. لذلك انا اشوف صراحه الانديه الاماراتيه تحقق نتائج رائعه. يمكن هو اللافت بامانه في هذه في هذا الموسم. شفنا اخرها طبعا فوز الوصل على الوحدات، فوز كبير رائع جدا، رغم ان الوحدات ترى رجع صراحه مع الكابتن جمال، وشفنا الحيويه وشفنا الروح وشفنا الجماعيه. لكن في النهايه هذا الوصل اراد الفوز هناك في الاردن وفعلا فاز. برافو شخصيه فريق. يعني نتكلم عن فابيو ليما ولا الاسماء صراحه اللي يملكها الوصل رائع جدا جدا جدا. لذلك انا اشوف فوز كبير جدا. لاعبين محترفين، تكلم عن احتراف، لاعبين صراحه على مستوى عالي. لذلك انت بحاجه الى فريق صراحه. الوحدات كان يعني لا يملك القوه اللي يملكها الوصل حقيقه يعني. لذلك نقول مبروك. وايضا النصر فاز مع انه بدون رونالدو. الان رونالدو راح يروح للمنتخب، لكن بامانه اللي قاعد يصير برافو للنصر. انك انت صراحه مع خيسوس يدور يروح، لكن عنده فيليكس، عنده كومان، عنده ماني، عنده هذه الاسماء ايضا صراحه قوه ضاربه رهيبه جدا. رونالدو هو حبه الكرزه في النصر الان، خلاص رسميا انت مش مطلوب منك تقاتل كثير، بس انت حبه الكرزه. اذا قاعد نشوف صراحه نصر رائع وانتصارات رهيبه. نروح لدوري ابطال اوروبا، وشفنا برشلونه وخسارته اللي انا توقعتها. انا توقعت صراحه نتيجه كبيره لباريس، لكن غيابات مؤثره. فليك، يا فليك، الاظهره والاجنحه تكلمنا صراحه في كل مره طريقه الدفاع المتقدم هذه طريقه مخيبه للامال حقيقه يعني مش طريقه صحيحه ابدا يلعب فيها فريق كبير. لذلك برشلونه خسر بهذه الطريقه بسبب فليك صراحه. حتى مع باريس سان جيرمان ما حب يغير طريقه اللعب. يعني حتى صراحه الظهير مينديز قتل يامال مره ثانيه، قال له انت لساتك ولد صغير تحتاج لوقت.
صحيح انت لعيب وكذا لكن لسه تحتاج الوقت. قتل، سكر عليه الدنيا، سكر عليه الحارات كلها، لا وصنع هدف يعني لباريس الهدف العودة، وبعدين صراحة كان هدف الفوز. شفنا كيف طريقة صراحة لما تشوف فريق كبير يضرب بهذه الطريقة من نص الملعب، لا اسمح لي هذا مدرب تكتيكه غلط وما عنده حتى البدلاء، وما قاري انه في اخر الوقت عندك حكيمي سريع، عندك لعيبه باريس سريعين جدا جدا، سالي معركه الوسط بيدري وغيره وفيتينها، عندك سرعه حبيبي في الاطراف رهيبه جدا. انت كيف ما صحيت يا فليك؟ يعني كيف قاعد تدافع بهالطريقه؟ يا تمسك اللعيبه يا لا صراحه يعني انا اقول صراحه برافو لباريس سان جيرمان، برافو لإنريكي. انا توقعت فوز كبير، لكن لما تروح ليفربول تقعد محمد صلاح يا سلوت احتياط بعد الانتقادات الجماهيريه، او لان الضغط كثير في الفتره الاخيره، شاف ان صلاح قل مردود الدخل في الشوط الثاني امام جالاتاسراي، صراحه هدف اوسمن، وبعدين خلصت المباراه بفوز جالاتاسراي مفاجاه على ليفربول. يمكن الظاهر ان سلوت في تشامبيونز ليج مش سلوت في الدوري صعب، او ان الخساره اللي صارت في الدوري اثرت. بعد كريستال بالاس الان خساره في تشامبيونز ليج، دخلت في الدروب، ممكن دروب وبعدين يطلع ليفربول، لكن صراحه دروب خطير اذا استمر. لكن في انتقادات كثير من الجماهير على ليفربول، على الاداء اللي قاعد يصير من او طريقه اداره سلوت للمباريات، التبديلات اللي هي التغييرات اللي عنده صراحه لا صراحه يعني كان ممكن يقلبها سلوت في الشوط الثاني، لكن ما قدروا. حتى لعيبه ليفربول ضاعت كل الفرص. تخيل جالاتاسراي يفوز على ليفربول. انا ما زلت اقول صراحه خساره كبيره جدا لفريق بحجم ليفربول، بطل وشفنا الانتدابات والانتقالات، الكل يحمل محمد صلاح، طيب وباقي الفريق والاخطاء اللي صارت. لذلك انا اتوقع صراحه على ليفربول انه يراجع نفسه. قرة باغ هذا الفريق الاذربيجاني اللي نازل صراحه الان في الصداره او مع المتصدرين، مفاجاه، راح يكون حصان اسود، مفاجاه كبيره جدا، 6 نقاط، برافو لهذا الفريق، مع انه ما عنده ذيك الاسماء لكن في عنده اجتهاد، في عنده كوره، في عنده كرات مرتده، في اظهره اجنحه، في قوه دفاعيه، صراحه تنظيم دفاعي رائع جدا لهذا الفريق، عنده طموح، يملك الروح. لذلك انا اتوقع ممكن يستمر وممكن يتاهل، على فكره ممكن يتاهل، جمع 6 نقاط، هناك فرق ما عندها صراحه ولا نقطه. لذلك برافو لقرة باغ، المفاجاه المدويه هذا في تشامبيونز ليج. بالنسبه لليوفي ونابولي الفرق الايطاليه، طبعا الانتر اكيد فاز، لكن وفوز ثاني طبعا للانتر. يمكن نابولي فوز كبير جدا حقق في المباراة الماضية، كان فوز رائع، تعادل وبعدين رجع في النتيجة. يمكن نابولي بأمانة دي بروين شفنا كيف الأداء الكبير جدا، وكأنه تصالح مع كونتي، كانت واضحة، يمكن هذه النقطة الأهم. لذلك شفنا صراحة مكتومني وشفنا الأسماء الرائعة جدا في نابولي، تحرك دي بروين بطريقة رهيبة جدا، وكأنه لاعب رشيق، وفعلا وكأنه ما في أي شيء بينه وبين كونتي، بالعكس انه كان زعلان على تبديل، لكن الظاهر لا، الامور طيبه مع كونتي، وقدم مباراه كبيره وركز في الملعب، فبرافو، حتى خلاه يعني كونتي. لذلك شفنا دي بروين يبدع، فاز نابولي. اما اليوفي صراحه حب يسويه على فريق اصفر اخر بعد دورتموند، تعادل 4-4، لكن المره فياريال هو اللي عمل نفس الفعله باليوفي وتعادل معاه في الدقائق الاخيره صراحه. بس جول جاتي، يا ساتر يا ساتر على المقصية الجميلة جدا من أيام الزمن الجميل. برافو صراحة لليوفي، عنده أسماء لكن في النهاية ما زال أخطاء دفاعية، كرات الثابتة هذه، هو نفسه جاتي اللي أخطأ أيضا، ما عرف صراحة في التغطية الدفاعية. تلقى هدف التعادل، لذلك شفنا تعادل ثاني لليوفي. طموحات اليوفنتينية ان التأهل، اتوقع اليوفي بامكانه يتأهل، لكن انت اول مباراتين فياريال دورتموند اتوقع سهله بالنسبه للفرق اللي جايه لك القويه جدا، نقطتين، لكن ان شاء الله اليوفي قادر على التأهل. بالنسبه للقوه الكبيره جدا في الشامبيونز ليج، بايرن ميونخ، ريال مدريد، قوه رهيبه هجوميه، تاريخ، هاري كين شغال، مبابي شغال، لذلك ما حد يقدر يوقف البايرن والريال من ما يكون منافس، وان كانت البدايات بعدها لم تكن ذي، بس يمكن البايرن لعب مع تشيلسي، اما الريال ما زالت الفرق اللي واجهها مش بقوه المباريات القادمه. يمكن هذه كانت حلقتنا السريعه، اراكم تمنى، وشكرا لكم.